السلام عليكم يا اغلى متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله الفيديو يلقاكم مزيانين. وكنشكر كاع الناس اللي اشتركوا عندي، من الناس الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، والناس ديال مصر، والناس الجزائر، والناس المغرب اللي مقيمين هنا في المغرب. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه، وكنتمنى تبارطاجيو القناه ديالي باش توصل اكبر عدد من المشاهده، باش نحقق الشروط ديال اليوتيوب. وشكرا لكم بزاف بزاف، صراحه فرحتوني. مهم اليوم جيتكم بفيديو جديد، بغيت نصايب معكم الكسكسو. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. عندنا هنا كسكسو موين. كنشدو هاد الكسكسو كنغسلوه، كنخويو عليه الماء مزيان حتى كيبقى الماء من الفوق، وكنغسلوه. ومازال غادي نزيدو الماء حتى يفزق لينا مزيان، حتى يبقى الماء من الفوق. ومن بعد ما يفزق مزيان غادي نصفيوه هكايا حتى يولينا بحال هكا. ما تخافوش منه، ما تكور لكم ما حتى شي حاجه. صراحه هي الطريقه اللي كنعتمد عليها انا دائما. غادي نصفيه. هانتوما كتشوفوا من بعد ما صفيت داك الماء اللي من الفوق، غنخليوه دابا حتى يشرب لينا مزيان، وغطيوه بواحد الزيت، خليوه في الجنب، وندوزو نقشرو الخضره ديالنا. انا الخضره كندير كلشي. دينا دازه الدجاجه وخيزو والقرعه وطيشه خاص كنحكها في الاخر. وشنو اخر، القرعه الحمراء وكورجيت. كاع ديك الخضره اللي عندي في الثلاجه درتها، وتا الحمص. دابا راني قشرت البصله والقرعه ودابا راني كنقشر خيزو. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتشوفوه حتى الاخير. بطبيعه الحال الا عجبكم، ودابا غادي ندوز الكسكسو. هانتوما كما كتشوفوا شرب لي داك الماء. غنحاول نفتلو مزيان، ما يبقاوليش دوك الكويرات في داك الطعام. خصو كامل يتفتل. شوفوا كيفاش كيلصق ليا في القصعه من بعد ما نشف. راني ماشي مشكل، غنحيدو شويه بشويه ونبقى نفتل مزيان. وغادي ندير له الزيت والملحه، ونبقى نفتلو حتى ندخل فيه داك الزيت والملحه.
هنايا عندي سكينجبير وعندي الخرقوم وعندي البزار والملحه. هنا قطعت دوك جوج بصلات، قطعتهم وخليتهم كيتشحروا شويه مع الزيت والدجاج، ودابا زدت عليهم العطريه، خليتهم يتقلاو مزيان، وغنزيد على المرق غنزيد عليهم الماء. وهنا درت العطريه، درت الخضره اللي ما كطيبش دغيا، درت خيزو، درت اللفس، ودرت الحمص والبطاطا. صافي دابا غادي نخليو حتى يطلع البخار. نتوما كتشوفوا من بعد ما طلع داك الغليه طلعات، غادي نديرو دابا الكسكسو. ودابا هانتوما كتشوفوا، هانتو كيتفور، هانتوما كتشوفوا ما فيه لا ما مكور لنا الطعام، ما حتى شي حاجه. ودابا من بعد ما يطيب، من بعد ما طابت لينا التفويره الاولى، هانتوما كتشوفوا دابا غادي نبسطها كاع للسعه. راه سخون، هانتوما كتشوفوا كيما كتشوفوا راه سخون، شوف البخار كي كيطلع. نبقاو نديرو له هكا حتى يبرد لينا شويه. من بعد ما يبرد غادي نبقى ديك الساعات غادي نزيد له الماء ونبقى نغسلو بيدي. ودابا غنبقى نزيد الماء شويه بشويه، ما نديروش بزاف حيت راه سقينا في الاول، غسلناه في الاول وبقى فيه الماء. دابا نزيدو غير شويه. هانتوما كما كتشوفوا راه سخون تيحرق في يدي، ما قدرتش نقيسو بيدي. غنبقى ندير شويه بديك المغرفه ديال الخشب، نبقى نديرها حتى يبرد. ديك الساعات غادي الساعات غنستخدم يدي. وكنتمنى ما نكونش طولت عليكم.
سمحوا لنا على الجوده ديال التصوير، كنصور غير بوحدي. صافي دابا غادي نردو يفور. دابا كنصايبو في الكسكاس باش نردو يتفور. وكنتوما كتشوفو كنحاول فما كانت شي حبيبه كنحيدها، كنمسلها هكا بيديا. ودابا من بعد ما رجعتو يتفور، انا قطعنا القرعه الخضراء والقرعه الحمراء وديك الدنجال، وغادي نديرو يطيب. دابا غندير ديك الخضره كامله، غادي نديرها في ديك الخضره اللي قطعت، غادي نديرها في البرمه باش تطيب. ودابا غادي ندير الخضره ديالي طيب، والدجاج غنحاول نقلبو على وجهه. المهم هذه التفويره الثالثه ديال الكسكسو كندير فيها شويه ديال الزبده صافي، وكندخل فيها ديك الزبده مزيان وكنرجعو يتفور. وهنايا حكيت واحد 3 ديال الحبات ديال المطيشه، وعندي هنايا واحد الحاره. المهم كنديرو مطيشه باش كتجينا المرقه خاتره. هذا هو السر ديال الكسكسو باش تجيك المرقه ديالو زوينه. ديال فيه مطيشه، تقدروا ديروا فيه مطيشه في الاخر. وهذا هو الشكل النهائي ديال القصعه ديال الكسكسو. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وقبلوا عليا، وشكرا لكم بزاف على حسن المتابعه. ونتمنى تكونوا تيسر وانني كنصحي درت واحد نص حبه ديال التمر مع شويه ديال المرقه وخصيت فيها الكسكسو. والسلام عليكم وتهلاو فيكم، والى الفيديو